السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم متابعين قناة قارئة تاروت ستار مون؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال دايما يا رب. النهاردة هنعمل قراءة عن برج الميزان شهر يونيو 2025. هنشوف فيها طاقتكم، طاقة الشريك، مشاعره، خطواته، نواياه تجاهكم خلال الفترة القادمة، وكمان هنشوف فيها طاقة كل برج مع أصحاب برج الميزان. القراءة ممكن تكون قراءة عكسية. يعني ايه قراءة عكسية؟ يعني اللي داخل يسمعني مش داخل يسمع لبرج هو برج الميزان، ولكن داخل يسمع لحد تاني من برج الميزان من باب الفضول. القراءة طبعا للمرتبطين والمنفصلين والعزاب. ايا كان اللي بيسمعني داخل يسمع لطاقته هو برج الميزان او لطاقة حد تاني من برج الميزان. الطاقة الاولى دي بتاعتكم انتوا اللي بتسمعوني دلوقتي. حابة أقول لكم كل سنة وأنتم طيبين بمناسبة عيد الأضحى المبارك. إن شاء الله يتعاد علينا وعليكم بالخير يا رب، اللهم أمين. وإن شاء الله ربنا يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. ما تنسوش الدعم للقناة بالاشتراك لو كنتوا لسه جداد على القناة، وما تنسوش كمان اللايك والشير والكومنت. ولو حابين تحجزوا قراءة خاصة ممكن تتواصلوا من خلال الرقم اللي بكون سايباه في صندوق الوصف. عليه واتساب لحجز القراءة والتواصل من خلال الواتساب فقط. اوكي، يعني مفيش اي برنامج تاني للتواصل علشان الناس اللي بتبعت في الكومنتات تسألني. طيب، بالنسبة للطاقة العامة بتاعت برج الميزان دلوقتي، أنا شايفة إن الطاقة بتاعتكم بتحكمها الغيرة. إما إن انتوا غيرانين من حد وصل لشيء انتوا عايزينه، أو حد شايفكم وصلتوا لمكانة هو مش عايزكم توصلوا ليها، والغيرة والحسد واكلين قلبه. خلي بالكم إن طاقتكم وعلاقتكم بالشريك يحكمها السحر، يحكمها الأسحار. يمكن انتوا الفترة دي بتحاولوا تستعيدوا توازن. ممكن كمان يكون عندكم ندم على شيء فات. ممكن تكونوا عايشين فترة من آم يعني المراقبة للشريك على خيانته ليكم، لأن في طرف ثالث هنا. هو مازال مستمر علاقته مع الشريك، ولكن الشريك يعجز عن حاجة تجاه الطرف الثالث. ممكن ان هو مثلا يرسم علاقة او يكمل العلاقة او يستمر في العلاقة، بس هو حتى وقتنا الحالي هو بالفعل مستمر في العلاقة دي. طيب، انتوا عندكم حظوظ حلوة، وربما تحصل معاكم تدخلات إلهية حلوة في المستقبل، تديكم مكافآت، تديكم حاجة طال انتظارها. في شيء معين هيجيلكم انتوا كنتوا بتحلموا بيه. خلاص، ممكن ما يجيش كله، يعني ممكن يجي جزء منه، او مثلا اللي منتظرين اموال هيجي مثلا اموال، بس مش كتير زي ما انتم متخيلين. يعني هيكون الوضع شوية اقل من احتمالاتكم او تخميناتكم يعني. طيب، شايفة الفترة دي ان انتوا ممنوعين من حاجة. في حاجة انتوا كنتوا عايزينها او كنتوا عايزين تنفذوها او تعملوها، ولكن في شخص تدخل ووقف لكم الشيء اللي انتوا عايزين تعملوه دوت. طيب، ده كان بسبب او نتاج لتصرف يمكن غير مدروس او غير حكيم منكم. تدخل الشخص ده، ممكن يكون الشخص ده الشريك، تمام؟ ممكن يكون حد من طرف الشريك، ولكن هو بالاغلب الشريك تدخل واوقف شيء انتوا كنتوا عايزينه. لكن الحاجة دي ربما ما كانتش ليكم، او ما كانش وقتها دوت، او ما كانتش مقسومة ليكم مثلا. ففي تدخلات حصلت لوقف الشيء دوت. ليه؟ لان انتوا اسأتوا ممكن التصرف قبل ما تطلبوا الحاجة دي. كل واحد على حسب حالته. خلي بالكم ان دي قراءة عامة، فممكن جزء منها ينطبق عليكم والجزء الاخر لا ينطبق، فخدوا اللي ينطبق عليكم فقط. طيب، انا شايفة ان في عودة لصديق من الماضي. الصديق ده كان حاجة زي توأم روح بالنسبة لكم، هيرجع تاني لحياتكم. وربما انتوا تقرروا الابتعاد فترة عن الشريك، لان انتوا هتدخلوا في مرحلة طاقة سامة او علاقة سامة بينكم وبين الشريك، وهيكون في مأزق في المستقبل القريب بينكم وبين الشريك ده للأشخاص اللي مكملين مازالوا مع الشريك. تمام؟ فبرضو بعض الأشخاص اللي ناويين على الانفصال أو اللي انفصلوا، انتوا في حيرة من أمركم. في حيرة أو في صعوبة. يمكن ممكن تكونوا انتوا على وشك الانفصال، لكن انتوا يعني ممكن تكونوا مستصعبين فكرة ان انتوا اللي تحطوا قرار الانفصال.
بالنسبة للعزاب، والله انتوا هيكون في حياتكم اتنين هيأتوا ليكم في نفس الوقت. الاتنين دول في حد من الماضي، محتمل يكون الشريك اللي احنا بنتكلم عنه، ومحتمل ان الشخص الجديد يكون حد انتوا اوريدي في ما بينكم وبينه صلة او معرفة، ولكن ما كانتش حب، ما كانتش اعجاب. ممكن هو اللي هيبادر بالحب والاعجاب تجاهكم خلال الفترة القادمة. عايزة اقول لكم ان انتوا كمان يمكن بتجددوا حاجة، او عايزين تجددوا حاجة، او تبدأوا في شيء جديد في حياتكم، او تعملوا حاجة جديدة في حياتكم. لكن بالنسبة للمرتبطين او المتزوجين، عندكم الخيانة والعنف في الأسرة واضح جدا جدا جدا. وخلي بالكم ان عندكم اكتر من عدو في حياتكم، فيبدو ان العدو مش طاقة ثلاثية عاطفية فقط، لا، وعائلية كمان. طيب تعالوا نشوف طاقة الشريك، وبعد كده نشوف طاقة مشاعره وخطوات ونواياه تجاهكم خلال الفترة المقبلة. أحب أفكركم بكورس الاستشفاء من الطاقات السلبية لفك السحر والحسد والعين مع التحصين، متاح بخصم كبير، وكذلك كورس التواصل الروحاني للأشخاص الروحانيين اللي عايزين ينموا طاقتهم الروحانية أكتر ويستخدموها في الكشف والعلاج، أو يعرفوا إزاي يستخدموها في الكشف والعلاج، متاح بخصم كبير. وكذلك الإرسالات الروحانية، ودي خاصة بالأشخاص اللي عايزين ينظفوا الطاقة بتاعتهم، الهالة الطاقية، الشاكرا، يقلبوا السحر على الساحر، أو يفعلوا الكارما على الظالم. كل دوت متاح بخصومات كبيرة طبعا. تعالوا نشوف طاقة الشريك. الشريك الفترة ديت في طاقة مشاكل، والمشاكل متفرعة شوية الفترة دي. يمكن مشاكل معاكم، متمسك بموقف صعب معاكم. ممكن يكون كمان في خلافات بينه وبين طرف ثالث. ممكن يكون في عنده خلافات في عمل أو مع شخص نافذ في العمل. ممكن كمان يكون بيحاول ان هو يسير في اتجاه نحو هدف معين، ولكن هو لا يملك الوصول للهدف دوت في الوقت الحالي. شايفة كمان ان هو مازال في حياته الطرف الثالث، وعلى فكرة هو شخص متعدد علاقات، او ممكن يكون يعني واخد نفسه باله من نفسه شوية. انتوا عارفين على فكرة كده، وكنتوا شاكين في وجود طرف ثالث في حياته. وخلي بالكم الطرف الثالث ده لو طلع في حياته هيدخل في حياته تاني طرف ثالث، فلأنه هو معجبينه كتير. وعلى فكرة مش هو اللي بيجري بس وراهم، هم اللي بيجروا وراه. يعني هو يمكن في عنده ميزة أو في شيء بيستقطب الأطراف دي. يعني خلي بالكم إن ممكن تكون من 70 ل 80% اللي بيسمعني هنا امرأة، تمام؟ فانتي بتسمعي الرجل، فالشريك بتاعك رجل، فعشان كده هو حواليه معجبين كتير. ممكن يكون وسيم، ممكن يكون غني، ممكن يكون لبق قوي في الكلام، ممكن يكون مركز او هيئة اجتماعية قوية، تمام؟ ممكن يكون يعني متعلم تعليم عالي جدا. ممكن يكون ظروف شغله بتحكم ان هو دايما بيتعامل مع نساء مثلا، ففي دايما ترابط بينه وبين النساء، او تعامل كتير بينه وبين النساء. الطرف الثالث مازال موجود ومازال مؤثر في حياة الشريك. وعلى فكرة الشريك مخبي عنكم سر، مخبي عنكم سر كبير قوي 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 قوي. يعرفوا حد من أهله. يمكن انتوا لما هتعرفوا الموضوع ده هتقولوا يا ريتنا مثلا على علاقه بحد من اهله، او يا ريتنا على علاقه بالشخص ده كان قال لنا اخباره، او كان نقل لنا اخباره. لكن في حبال كتيره قوي او اواصر للعلاقه متقطعه ما بين ناس كتير في حياه الشريك، فبالتالي انتوا لا تملكوا الا المعلومات اللي بتاخدوها من الشريك نفسه. بس هو مخبي عنكم حاجه، مخبي عنكم حاجه قويه جدا تخص اموال، وتخص كمان الطاقه مع الطرف الثالث. ربما يكون عايز يرسم علاقة مع الطرف الثالث، تمام؟ برضو كمان بالنسبة للشريك الطاقة بتاعته الفترة دي عنده شوية قيود. ممكن تكون قيود خاصة بالعمل، مكتفاه شوية أو موقفاه عند حدود معينة. الشخص دوت ربما يحصل بينكم وبينه اصطدام في الفترة القليلة القادمة، وهيستمر في الدفاع عن نفسه طبعا كما هي العادة. والمشاكل هتاخد حدتها، أو هتفور كده وتنزل على يعني على ما فيش، أو هتقدروا ان انتوا تسيطروا على الوضع شوية شوية. ربما برضو يواجه صراعات في العمل الفترة القادمة، لكن هيكون عنده القدرة على السيطرة عليها.
هيكون عنده زيادة في الدخل على فكرة، لكن هيخبي عنكم لو انتوا لسه مرتبطين بيه، وحتى لو انتوا منفصلين ممكن يخبي الزيادة ديت او ما يوضحش، او ممكن ينتقل من عمل لعمل افضل وارقى واعلى في الراتب، لكن ما يقولش عشان خاطر انتوا ممكن تكونوا واخدين عليه حكم محكمة. لو الشخص دوت انتوا عزاب ومرتبطين بالشخص ده كعلاقة حب مثلا، الشخص ده غير مسؤول، عديم المسؤولية على فكرة، غير ناضج، متهور، وممكن علاقتكم بشكل كبير قوي قوي ما تكونش مقنعة لأهلكم بالشخص ده، فممكن يكون أهلكم أصلا عندهم اعتراض على ارتباطكم بالشخص دوت، فتتوقف العلاقة ممكن جدا، خاصة مع ظهور الشخص التاني الجديد اللي أنا قلت لكم عليه، لأن دوت هيجي هيغطي على دوت تماما. والله أعلى وأعلم. طيب تعالوا كده نشوف مشاعر وخطوات ونوايا الشخص دوت تجاهكم ايه خلال الفترة المقبلة. ناخد كده بالترتيب مشاعره، نواياه، وخطواته، وهناخد برضو بطاقة كروت تانية. مشاعره ونواياه وخطواته. طيب شوفوا بالنسبة لنوايا الشخص دوت، الشخص دوت حاليا في طاقة الهارب، هو مش بيفكر في شيء تجاهكم، هو لو هو مكمل معاكم فهو مكمل خلاص، هو مش في دماغه حاجة ناحيتكم. لو هو منفصل عنكم مش بيفكر يرجع مثلا في الوقت دوت، لأن في حواجز كبيرة بينكم وبينه. لو الشخص دوت عازب فهو في طاقة الهارب، مبتعد، خايف من مواجهة، خايف تواجهوه بحاجة، بحقيقة، بأمر اكتشفتوه. هو عامل خلط ما بين الأمور كلها، وللأسف هو مش موضح حقيقة مشاعره أو حقيقة حياته، والقادم ما بينكم وبينه هيكون شكله عامل ازاي، هو مش موضح ده كله. طيب بالنسبة لنوايا الشخص دوت دي مشاعره. طيب بالنسبة لنواياه، نواياه تجاهكم المراقبة والانسحاب، يعني هو يفضل منسحب لكن هيكون عنده مراقبة ليكم في الوقت القادم. ربما ان هو يأتي ليكم بعرض لكن مش دلوقتي، لان خطواته بطيئة شوية ومتأثرة بأشياء وعوامل روحانية قوية جدا، فالشخص دوت عامة مش هيكون قادر على ان هو يقدم تجاهكم اي شيء خلال الوقت الحالي، فهتلاقوا ان الخطوات بتاعته بطيئة شويتين. احيانا ممكن تحسوا ان هو متراجع كمان، يعني والله اعلى واعلم، ممكن تحسوا عنده سن التراجع تجاهكم، يمكن خايف من المواجهات معاكم، والله اعلى واعلم. فيعني دوت عامة اللي هيحصل في الوقت الحالي. تعالوا نشوف كده طاقة الأبراج اللي ظهرت معانا في القراءة. معانا طاقة برج القوس والسرطان والحمل والجدي والميزان، والميزان متكرر كتير جدا، والجوزاء والسرطان والعقرب والجدي والحوت والحمل، وكمان طاقة برج العذراء والجدي والعقرب والثور، الميزان تاني، الحوت، الدلو، الأسد، الجوزاء والقوس، يعني تقريبا كل الطاقات المائي والترابي والهوائي والناري. طب تعالوا كده ناخد طاقة الأبراج، طاقة كل برج مع أصحاب برج الميزان، ونشوف لو الحبيب أو الشريك طاقة الميزان زيكم يا أصحاب برج الميزان، هو بيحكموا امرأة ساحرة، بيحكموا امرأة ساحرة، والعلاقة متأثرة بأسحار. خلي بالكم السحر ده فيه ارتداد، يعني ايه؟ يعني في حد بيفك السحر ده وبيقلبه على الساحر، فشوفوا بقى مين الساحر في العلاقة دي، واعرفوا ان السحر ده هيلف ويتقلب عليه وهيكون في خراب هنا. امكانية عودته معاكم او استكمال العلاقة يعني بصراحة ضعيف. طيب لو الحبيب او الشريك من طاقة برج الجوزاء، الشخص دوت في الوقت الحالي مبتعد، ممكن يكون في توقف في العلاقة أو مشاكل في العلاقة ديت، وإمكانية العودة متاحة ولكن مش دلوقتي، ممكن شهر 8. لو الحبيب أو الشريك من طاقة برج الدلو، الشخص دوت عنده حاجة روحانية، حسد، سحر مهيمن عليه قوي قوي، وممكن كمان يوسط حد في العلاقة ديت علشان الصلح، وهتكونوا لوحدكم على فكرة في العلاقة ديت، والله أعلى وأعلم، يعني الطرف التالت هيكون خرج منها. لو الحبيب او الشريك من طاقة برج الحوت، احذروا من الشخص دوت لانه مكار جدا، وفي فخ بيتنصب لكم منه او من حد هو الشخص ده يتبعه. لو الحبيب او الشريك من طاقة برج السرطان، الشخص دوت مبتعد عنكم او مسافر
بس محتار في الوقت الحالي وعنده تحكمات عائلية على فكرة. لو الحبيب أو الشريك من طاقة برج العقرب، في مشاكل كبيرة قوي بينكم وبينه، مبتعدين، لكن ربما يحصل عودة وهتتغلبوا على المشاكل دي. لو الحبيب أو الشريك من طاقة برج الجدي، الشخص دوت في الوقت الحالي هو في حب بينه وبينكم، بس هو متعدد علاقات أو مبتعد في الوقت الحالي، وبيحكم العلاقة دي طرف ثالث عائلي وطرف ثالث عاطفي، أو أكتر من طرف عائلي. لو الحبيب أو الشريك من طاقة برج الثور، هو مش قادر ان هو يقرب ليكم، مش قادر ان هو يقدم خطوة تجاهكم، بمعنى اصح حزين، في عنده اسرار كبيرة، مخبي اسرار. يمكن في تخاطر بس بينكم وبينه، والله اعلى واعلم، ممكن يكون في تخاطر. لو الحبيب او الشريك من طاقة برج العذراء، برضو بيحكموا امرأة ساحرة، امرأة متسلطة، لكن ربما ان هي تنكشف. لو الحبيب او الشريك من طاقة برج القوس، الشخص دوت حاليا وحيد او مبتعد، عنده مشاكل، عنده هموم، عنده ضعف ما، يمكن يقدر يجيلكم على شهر 9، او يكون في بوادر للصلح على شهر 9 بعد ما يقدر انه يتغلب على المشاكل اللي عنده. لو الحبيب او الشريك من طاقة برج الاسد، الشخص ده تعبان وحزين في البعد في الوقت الحالي، كمان في اطفال بينكم وبينه، بيحكموا العلاقة دي اطفال، ممكن يعود عشان الاطفال. لو الحبيب او الشريك من طاقة برج الحمل، الشخص ده بيمر بمواجهات صعبة جدا الفترة ديت، وعنده انقلابات في حياته خطيرة، ربما تكون ديت كارما، ويكون هو مبتعد أو مسافر في الوقت الحالي وبيمر بكارما صعبة في الغربة. دي كانت القراءة لأصحاب برج الميزان شهر يونيو 2025. بتمنى لكم كل الخير والسعادة. خلوا بالكم على نفسكم، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باي باي.